اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب وتفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما كنتم. بصوا بقى يا جماعه، وانا بروق لقيت الدرج ده في كركبه وحاجات كده، قلت ايه اما اشوفه انا وانتوا. شوف ايه الحاجات دي، والله العظيم الحاجات دي بقالها كتير قوي انا ما اعرفش عنها حاجه، نسيتها اصلا. بصوا البتاعه بتاعت هراسه البطاطس اهي، الحاجات دي كنت عماله ادور عليها هتلاقيها في درج المطبخ وانا ناسيها خالص. وفي حاجات تانية والله عندي قد كده برضو، ايه هبقى اعمل لها فيديو معاكم نشوفها. بصوا ياه، خدي نفضي الدرج ده، نفضي الدرج ده يلا. سومة هنرتب بقى الدرج معاكم ونشوفها ازاي. خدي بصوا يا جماعه، البتاعه دي برضو لقيتها كنت شارياها وناسيها. بصوا دي بيتحط فيها الصابون، تحطي الصابون هنا، تحطي صابون السائل. ايه ده ريحتها حلوه والله، ده انا ما استخدمتهاش قبل كده اصلا. تحطي صابون السائل هنا وتقومي حطاها كده اهو، تقومي قافله وحاطه السفنجه دي كده، وعايزه بقى مثلا مسحوق، دي كده بتخش لجوه بتطلع لك الصابون السائل اهي، حلوه قوي. هبقى اطلعها علشان استخدمها. فين الغطا؟ ملهاش غطا، لا ملهاش غطا اهي يا جماعه، حلوه قوي. دي برضو كنت شارياها، كان في مكان كده بيعمل عروض، كنت انا مشتركه معاه في الواتساب، كان ضايفني يعني على الواتساب، ف كان منزل الحاجات دي في العروض. بصوا دي الصفايه اهي، ودي بتاعت هراسه البطاطس، والله هراسه البطاطس دي ما استعملتهاش خالص. بصوا بقى عروس الحاجه اهو، رصها في الدرج كده رصه حلوه، ودي معلقه خشب وتاكل نصها. بصوا بقى يا جماعه، المغرفه دي مقصوصه، اسمها مقصوصه، المعلقه المقصوصه جميله. بصوا حلوه قوي والله، ما كنتش بستخدم الحاجات دي. عايزه اقول لكم بقى، المخرطه دي بقى انا عندي اكتر من 18 سنه دي، يعني بصوا حاميه بطريقه ما شاء الله عليها. يعني الحاجات دي فانا يا جماعه لو رحتوا تجيبوها دلوقتي مش هتبقى بالخامه دي، وبعد كده تبقى غاليه. مش فاكره والله كنت جايباها بكام، كنت جايباها ب 20 جنيه باين، ولا مش قادره اقول لكم على جمالها والله العظيم، حاميه بطريقه انا خايفه حتى ايدي اجي عند الحته بتاعت الشفره بتاعتها دي. جميله 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 جميله، من اكتر الحاجات بصراحه اللي بحبها عندي. معلقه خشب يا جماعه اهو، الحاجات دي والله كنت ناسيها خالص. دي مغرفه خشب اهي. السكين دي بقى عندي بردت، السكين دي انا كنت شايلاها ليه بقى، عشان بردت عندي. ودي البتاع القاعده كنت جايباها والله ما استخدمتها برضه لغايه دلوقتي، اللي تحطي فيها الفرخه وتحطيها في الفرن في صينيه وتقوم تتشوي. طبعا اكيد كلكم عارفينها، هنجرب الحاجات دي. انا ما كنتش بس ايه ما كانوش على بالي والله. بصوا دي بتاعت الحلويات، عارفين بقى ايه دي؟ برايه. عارفين انا مجنونه قوي مهووسه بالحاجات دي يا جماعه، يعني لو رحت اي مكان اشتري بيه اي حاجه ولقيت الحاجات دي مهووسه، يعني اخش اشتري وانا عندي البولات بتاعت الازاز مهووسه قوي 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 بالحاجات دي. تحطي الخياره او الجزرايه اهو، وتعملي بقى جرنشه كده شويه حاجات، عايزه تخليها بشكل ورده اهو. بس جميله، جربتها قبل كده بس كنت ناسيها وانا طاغيه فيه. كنك القهوه طبعا اهو، بصوا كام كنكه. بصوا عندي كنك قهوه كتير قوي عشان احنا شاربين قهوه. بصوا الكنكه دي حلوه قوي. بصوا بقى العصاره دي جميله، بصوا صغننه ازاي. انا عندي عصارات تانية بس دي بتاعت كوبايه، يعني دي مثلا عايز تعملي لحد مثلا كوبايه عصير في السريع كده، بدل ما تجيبي الكبيره وتعصري، لا دي بتاعت كوبايه يعني صغيره، بس ايه مش قادره اقول لكم القلوبه يعني. بصوا يا جماعه، معلش التليفون فاصل. بنتي كانت بتضحك على دي، بتقول لي اصلها صغنونه قوي هم اصلا خدوا الحاجه وقعدوا يلعبوا بيها، كانت بتضحك على دي. بصوا الصفايه دي حلوه قوي برضو، كان عندي المقاسات بتاعها اللي هي الاكبر والاصغر دي الوسط تقريبا.
بس الباقيين مش عارفه راحوا فين. كويس ان باقي دي. ده بقى مسني ده يا جماعه تحفه. ده برضو كان قرص كده مدور واتكسر، وقع يعني اتقسم نصين، النص التاني راح لحاله، وده اللي بقى عندي. بصوا بقى دي جبتها السفنجه دي يا جماعه، جبتها ايه؟ دي شقتها على النت، جبتها بيقولك بتطلع كل حاجه ولا تجيبوها، ده شغل تعبان، ما تجيبوهاش اصلا. انا غسلت بيها مره واتنين وتلاقي كل ده اتفتفت وقع، ملهاش اي 300 لازمه، عشان كده ركناها وما بستخدمهاش، مش حلوه. وبصوا لقيت ايه بقى افيد حاجه، انا لقيت دي التانيه اللي كانت عندي كانت مكسوره، وما كنت عايز اشتري واحده، لقيت واحده اهي. بصوا الازايز دي بقى اغسلها واملاها واحطها في التلاجة، عشان ولادي كل شويه يقولوا لي عندنا ايه ازايز. ودي بصوا عارفين دي يا جماعه اللي هي بتاعت البشاره، بس صغيره مش عمليه. ده طبعا المضرب. السكينه دي بقى قمر، بحب السكينه دي قوي. بصوا يا جماعه السكينه دي بحبها قوي قوي، السكينه دي جميله، عندي منها في جوه في المعادي. دول بقى كان عندي منهم طقم والله يرحمه، ما بقاش منها غير ده. ده بتاع طبعا بتاع الكب كيك سيليكون، تحط مايكرويف، بيتحط في كل حاجه. بص دي برضو جبتها دي يا جماعه، بصوا دي برضو تحطوا الصابون السائل هنا كده وتبتدوا تغسلوا اللي انتوا عايزينه اهو. بصوا اهي، لسه ما جربتهاش، ابقى اجربها معاكم واقول لكم اهو. تحطوا فيها البتاع وتضغطي هنا كده بتنزل الصابون السائل عشان ترغي معاكي، حلوه قوي برضو، عجبتني يعني، مش عارفه اعمل ايه ولا لا اهي. ودي بتاعت البطاطس اللي هي المشرشره اهي. بصوا بقى دول جبتهم علشان البوتاجاز اهي، دول جبتها عشان البوتاجاز. بصوا خشنه قوي اهي، يعني الحتت اللي هي بتاعت العين اللي مش عايزه تطلع، يعني مش عارفه توصلي لها بالسلكه، سهله قوي توصلي لها بدي اهي. والمفاتيح بتاعت البوتاجاز برضو حلوين قوي يا جماعه، برضو جبتهم عجبوني اشتريتهم برضو. ودي فرش بقى تعمليها بقى ايه، تغسلي بيها خضار، تغسلي بيها بقى يعني اي حاجه عايزه تغسلي بيها تغسليها. مثلا ممكن شرابات، انا بقى بصراحه عاملاها حاطاها واحده في الحمام بغسل بيها الشرابات الصغيره. ساعات العيال بيلبسوا الشرابات ويدوسوا بيها على البلاط، بتبقى مطينه، لا غسيل بينفع معاها ولا غساله ولا اي حاجه. انقعهم شويه واقوم ماسكاها بقى بالفرشه دي واقوم مطلعه كل اللي فيها. بس بصوا الحاجات، بس اكتر حاجه عجباني دي ودي، هبقى اجربهم بقى، لسه جايباهم جربهم مع بعض. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه دوسوا لايك واشتركوا في القناه، وهتشوفوا معايا ان شاء الله كل جديد. سلام.